في حد منكم تحداني ان انا اتعلم الكتابه على الكيبورد بسرعه، فقبلت التحدي ده والموضوع خد مني تقريبا حوالي ساعه لمده 10 ايام. الموضوع لحد ما كان ممل قوي، بالذات ان انا يعني مش متعود ان انا اكتب بالعشر صوابع، انا متعود ان انا اكتب بالصابعين دول بس حسيت في الفتره الاخيره ان الموضوع فعلا مهم، بالذات ان انا بدات اكتب اكتر يعني على الكمبيوتر. وكذلك برضه هيبقى مهم جدا بقى للناس اللي هي يعني لو حد مثلا بيبعت ايميلات، او لو حد بيفتح سوشيال ميديا مثلا على الكمبيوتر كتير، او ممكن بقى يبقى حلو قوي لو ايه بقى لو انت عايز تعمل نفسك هاكر بس انت مش هاكر. فانت بقى عارف انت الناس اللي هي بتقعد تعمل كده كتير دي، انت هتبقى حد منهم وهتبقى جامد قوي. فايدة تانية بقى غير ان انت خلاص يعني انت بقيت هاكر خلاص، فانت يعني بدل ما تقعد تبص كده وكده كده وكده، فانت خلاص عينك باصه كده وبتكتب كده بس. اصعب حرفين بقى لحد دلوقتي هما الدال والزال. يعني المفروض ان انا ايدي دي بتكون كده، بعدين باجي اضغط بصبعي الصغير ده بضغط كده، فدايما بضغط يعني يا اما هنا يا اما هنا. وكمان يعني حاسس الصبع الصغير بيعمل حاجات كتير قوي، حاسه تعب فعلا. دلوقتي انا المفروض بقى ان انا اتعلم اخر حاجه خالص اللي هي الشده والسكون، بس حاسس ان انا بدات انسى الصف اللي تحت. يعني الصف اللي تحت ده انا ناسي تقريبا نص الحروف بتاعته. هنحاول نعالج الموضوع ده بقى ان احنا نكتب، يعني اجيب اساي او حاجه كبيره كده احاول ان انا اكتبها يعني. انا كده دلوقتي ايه كتبت يعني حبه لا باس بيهم، فعايش. المهم ان انا في العشر ايام اللي فاتوا دول يعني وصلت الى سرعه الى حد ما كويسه. اي نعم انا لسه بالصابعين دول انا اسرع، بس يعني اما مخي بس يتعود على الموضوع او يحفظ الموضوع هبقى اسرع بكتير قوي من ان اكتب بصابعين. مش عارف انا الصابع ده زمان شكله ويرد قوي في الفيديو عادي. انا اتعلمت كتابة العربي على موقع اسمه طباعة. هو الموقع جامد قوي، هيمشي معاك خطوة بخطوة وهيخليك بجد هتبقى يعني هتوصل لليفل جامد قوي. اما لو عايزين تعلموا تكتبوا انجلش ففي موقع اسمه تايبنج، وفي موقع تاني اسمه سبيد تايبنج اونلاين. بس كده يا جماعة وصلنا لاخر الفيديو. لو حد حابب بقى يتحداني في اي حاجة جامدة يعني وكده يكتب تحت في كومنت. بس كده ولو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، وهتلاقوا الانستجرام بتاعي موجود تحت لو حابين تتابعوني هناك، واشوفكم تاني قريب. يلا سلام.